لو بتعملي خطط كتير وكلها بتبوظ منك زي ما قلت في فيديو النهارده، احتمال العيب ما يبقاش في الخطه، يبقى في النسخه اللي بتحط الخطه. انا هبه فوزي، NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي ان ايجيبشن جيرل، والنهارده هقول لك العلامات اللي بتقول ان انت بتخططي من نسخه مش حقيقيه. اخر علامه اهم علامه. رقم 1، الخطه شكلها حلو بس تقيله قوي على صدري وبتخضك. تاني علامه، خطتك كلها انا لازم اعمل، ما فيهاش انا عايزه، يعني بتخططي بالنسخه عايزه تجبر نفسها، مش هي عندها رغبه ودوافع حقيقيه. تالت علامه، بتتحمسي بسرعه وبتطفي بسرعه اكتر، وده معناه ان نسختك بتخطط بناء على دوافع ومشاعر لحظيه، مش بناء على قيمها الحقيقيه، لا، بناء على تاثرها باللي هي شافته سواء على السوشيال ميديا او على الناس مش شبهها هي بجد. رابع علامه، بتقارني نفسك وبتقارني اهدافك بغيرك وباهداف غيرك، مش بانجازك واللي انت بتحققيه على الارض والخطوات الثابته، ومش بتقارني نفسك بنفسك انت امبارح عشان تشوفي اتغيرتي وتقدمتي قد ايه، وده في حد ذاته ظلم منك لنفسك. خامس واهم علامه، بتجلدي نفسك لما بتوقف، مش بتشوفي ايه المشكله اللي وقفتك علشان تحليها المره الجايه، ولا بتواجهي نفسك هل الخطه دي حقيقي شبهي ولا انا حطيتها وخلاص. لا، اسهل حاجه عندك جلد الذات، لانك بتعاملي نفسك من باب القسوه مش من باب الحب. الخطه اللي طالعه من نسخه مش حقيقيه بتتحارب من جوه. قولي لي في الكومنتات انهي علامه لمستك اكتر وبتعمليها بجد، وتابعي عشان هنا بنخطط من باب الحب ومن نسخه حقيقيه، لاننا قبل ما بنخطط بنبني سوا الشخصيه الحقيقيه اللي تقدر تبني الحياه اللي طول عمرك بتتمنيها. وبس خلاص.